هو انا ممكن احط تمرين مع نفسي؟ يعني انا اصمم تمرين مع نفسي كراجل لسه بادئ والكلام ده كله؟ ممكن. ممكن سهل العمليه، عايزه بس شويه سيرش، شويه دراسه، هتبقى العمليه سهله. تمام. بس قبل ما تصمم تفكر ان انت تصمم التمرين بتاعك، اهم حاجه تعمل التمرين صح. انت لو وصلت اللي انت بتعمل التمرين صح، اعمل بعد كده اللي انت عايزه. تمام. لكن ما ينفعش ان انت تصمم البرنامج بتاعك ويبقى اصلا التمرين انت بتعمله غلط. يعني انا والله انا بشوف ناس في الجيم، انا يعني تعبت، والله تعبت. اللي انا صعبانين عليا الناس دي، شباب صغير 18 16 سنه، وتلاقيه مثلا جاي يلعب التراي، فاهمني، على الفي، وبيعمل شغال كده. يا عم انت لازم بتثبت نفسك وبتنزل. التراي هي بس اللي تشتغل. فانا ما ينفعش ان انا احط مثلا 50 كيلو انا مش عارف اشيلهم واروح منزل ظهري ومطلع ظهري لا. فانا اشوف مدى الحركه بتاعي، اشوف الاداء السليم للتمرين، ده اهم حاجه. لو انا وصلت لدوت بعد فتره، يعني فتره صغيره، مش هقول لك سنين والكلام ده كله، لا، ده فتره صغيره جدا، ثلاث شهور بالكتير، هتبقى تعرف ان انت تعمل تمرينك صح. تعرف بعد كده تشوف العضله اللي انت محتاج اللي انت تمرنها، مرنتها صح، اتفرج على جسمك، اشتغل لنفسك انت، مش عشان خاطر غيرك، مش عشان خاطر بس مجرد اللي انت تقول عشان الصيف داخل عشان البس تيشيرت كويس ويظهر ان انا وحش. لا، خليها عشان خاطر لما تكبر تعرف اللي انت تحرك دراعك وتحرك رجلك وتحرك مش عارف ظهرك، فاهمني. ودي اهم حاجه انا من رايي، اللي انا شايفه، اللي اتمرن ليك انت مش لحد غيرك، فقط لا غير. تمام.